أوراق ثقافية. هذه الأوراق كانت خلاصة لجولة قمت بها أمس، فالتقيت بشخصين ثم التقيت بنفسي أيضا، وهما الأديب نواف يونس والصديق مهند الشريف. يعني أثيرت بعض القضايا البسيطة، لكني حاولت أن أجعلها في ورقة تراثية أو ثقافية بشكل عام. فأقول: لطالما تعودت أن أتساءل، أسأل نفسي، أسأل الآخرين: أليس التساؤل مفتاحا لصندوق المعرفة؟ لكن هذه المرة سألني صديقي: أنت تتحدث عن الحضارة البدوية، غريب أمرك، هات شاهدا على وصف البدو بالتحضر. قلت: يا رجل، دعك من ما يقال عن الصعلكة وما شابه ذلك ومن أضياف المدن، إليك مجلس الضيافة، ماذا رأيت؟ قال وهو يجيب عن تساؤلي بنفسه: احترام للكبير، أعراف في تناول الفناجين، سكب الدلال، مع شكر يفسح المجال لفنجان آخر، دعاء، قليل من القهوة العربية تكفي، ليس القهوة للشبع، الامتناع عن شرب الفناجين له معنى، كسر الفنجان له معنى، أسماء الفناجين كيف وسيف وفارس لها معنى، ربما لحجم الفنجان معنى وللونه. أراهم ينظرون إلى المضيف وصباب القهوة، يصغون للمتحدث لا يقاطعون المتحدث، تحل مشاكلهم بفنجان قهوة، يفرحون بفنجان قهوة، يحزنون بفنجان قهوة. قلت: دعك من قراءة الفناجين، فهي ليست عادة عربية. هز صديقي رأسه وجعلني أزيد في خاطرتي هذه. قلت: هذه تأملات. هل تساءلت يوما عن معاني الهيمنة التي تحول الحرمان إلى اختيار، مع أنه لغة ومعنى وسلوكا منع وقمع وظلم وجهل، ثم يقال أمر واقع؟ تعال، كيف ترد القيمة للمحروم الممنوع من المرغوب الحلال؟ هل تحل المشكلة بالصمت؟ أنا لا أطلب منك إعلاء الصوت بإظهار البؤس في السراء والضراء. لم أشأ أن أسكت صديقي. قلت: ألا تسألني لماذا المرجعية الشعبية تكون أسلم من القوانين أحيانا، مع أن روح القوانين تراعي الحالات الإنسانية؟ تذكرت هنا قول الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب: فإن جاءني سارق أو ناهب قطعت يدك. قال صديقي: على راعي البلد ما دام مسؤولا عن رعيته أن يؤمن فرص العمل، فلا يفسح مجالا لمتسول وسوست له نفسه بأن الناس مغفلين، وأنه في لباسه وتذلله يسرق عيون الناس ويستدر عواطفهم. قلت: هذا جيد، أنت فكرت معي، تساءلت، وجدت الحل. حين راهنت أن الممكن موجود، حين يبنى السلوك الاجتماعي على الأخلاق. حتى الرسل لم يؤسسوا الأخلاق، إنما تمموها، رمموها، عدلوها. هذا معنى النقد الاجتماعي في إيجاد المثل الأعلى. عفوا، أراك تتحمس لسؤال آخر. أظنك تذكرت حوارنا أمس مع صديقي وصديقي الكل الأديب نواف يونس بأن القيم الأخلاقية تحرك الهمم قبل القوانين. طرحنا قضية النخوة، أجل نخوة العرب في حفظ شرف الدخيل اللاجئ إلى ديارهم، لا بأس الحرص على عزوة وحصانة الرعية، بل إليك ما فعله المعتصم عندما صرخت المرأة العربية ومعتصمة: تعتقد أن القوانين والمعاهدات كانت تحول دون قفزة المعتصم؟ إنه تحرك بفعل النخوة القيمة. تذكرت هنا قول شاعرنا عمر بريشة رحمه الله: ربما معتصماه انطلقت من أفواه صبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وهنا قلت لصديقي مهند مستصغرا الشرر: لا تستصغر الشرر، فالشرر يشكل معظم النار. لا تحارب أحدا يعتبر القيم
آه، يعني بعيدة عن الواقع الصحيح. مثلا نستخدم سلاح الهتك بالعرض أو الاعتداء على الشرف. الحيوانات ترفض هذا. أنت ترى اللبؤات يعاقبن الأسود، والغربان تفعل ذلك، فكيف إذا أخطأ خطأ هو رأي في الأصل تعتدي على شرفي؟ قف عندك. أتذكر بيت الشاعر، أعتقد المتنبي الرائع دائما: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. شرف. صدقني، الصراعات القديمة والحديثة تنبع وتنتج عن اختلاف أو من اختلاف القيم أو الاعتداء على الشرف. أقول تذكر ذي قار وداحس والغبراء وحرب البسوس. عندنا نحن العرب الشرف والعرض قيمة مقدسة. دعك من خرافات أن العرب لم يقدروا المرأة، وإلا فما بالك بأمثالهم. أنا أخو فلانة، أخو عدلة، أخو شمة، نسبة القبائل عذرة، مزينة، جهينة. أتذكر نظرة الناس إلى مريم عليه السلام وظنهم أنها ارتكبت شيئا فريا؟ الشرف. وذكروها بأنها شرف إخوتها. إيه يا نفسي المتسائلة المتأملة، ماذا لو أفضنا الحديث وجئنا بحكايات شرف الأم العظيم الخنساء، أو حتى أميمة بنت الحارث الخنساء، أخت أبطال وأم شهداء، وأميمة أم الملوك. تنفست الصعداء ولا أتذكر شرف الأمومة أسماء بنت أبي بكر، تقول لولدها شهيد الشرف: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ هو كان يحافظ على شرف الكعبة حسب رأيه. تذكرت أمي عندما بكت فقالت لها عمتي: ويحك، أنسيت ابنة من أنت؟ القضية قضية شرف، شرف العائلة. نعم. بل لقد غضبت من ذلك الرجل الذي سخر بأننا أمة عربية واحدة، مع أن الله قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وعندما اختلت القيم وتخلينا عنها فقدنا شرف الأمة مع بقاء الأمة. فالدم ما بصيرش مي، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. صدقت يا أيها الشاعر، أعتقد دريد بن الصمة، الذي قال: يعاتبني في الدين قومي، وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. المهم يقول في الأخير: فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. شرف القوم علينا أن لا نهمل هذه الأشياء، ثم نتحدث عن انتماءات وولاءات إلى أشياء أخرى. جيد رائع أن يكون لدينا هذا المفهوم، مفهوم الشرف، والعرب عندهم الشرف كلمة. وحياكم.